تجارة سلاح ومواد ممنوعة وقتلة مأجورين وخدمات هاكينج وخدمات غير مشروعة، وكل ده على الإنترنت. ولا وكمان في خدمة توصيل طلبات. حتى الحشيش بقى دليفري. اخلص يا حيوان. فأهلا بيك في الدارك ويب. لكن هل بقى الدارك ويب كله وحش أو هو أصلا وحش، ولا في كلام تاني ممكن نقوله؟ بس عشان أقدر أجاوبك على السؤال ده محتاجين نعرف شوية حاجات كده مع بعض. فأهلا بيك، أنا أحمد جودة ودي حلقة جديدة من جودة صوت. مبدئيا كده النت اللي انت بتدخل عليه ده هو مكون من عدة طبقات. اول طبقة وهو سطح الويب، فهو ده المواقع اللي اي حد يقدر يدخل عليها من غير اي شروط. كل اللي عليك ان انت تشترك في خدمة مع شركة من مزودين خدمة الانترنت عندك في بلدك، وبالتالي هتقدر تدخل على اي موقع من المواقع دي. واي موقع تقدر توصل للداتا اللي فيه من غير اي شروط، ومن غير ما تعمل لوجين او تسجل ايميل على موقع معين. تاني طبقة وهي الديب ويب، والمفاجأة ان الديب ويب مش حاجة خطر خالص ومش حاجة غير قانونية. الديب ويب عادي جدا كلنا بنستخدمه. انت بتقول ايه؟ هو كل الحكاية ان هو مواقع نت عادية جدا، بس انت محتاج اكسس عشان تدخل عليها، محتاج تصريح عشان تدخل عليه، او محتاج ان انت يكون عندك ايميل وباسورد عشان تقدر تجيب الداتا اللي جوه الموقع ده. زي مثلا الجيميل او حسابات البنوك، ما تقدرش توصل لاي داتا جوه غير لما تفتح الايميل بتاعك. وده مواقع كتير جدا اللي بيبقى تحت السيرفيس ويب على طول، وبيبدا يتعمق شويه بقى في الداتابيز، وان انت ما تقدرش اصلا توصل للداتا دي عن طريق محرك بحث مثلا زي جوجل. والديب ويب زي ما قلنا هو قانوني تماما وما فيهوش اي مشاكل. تالت جزء بقى وهو الدارك ويب، وهو ده بقى عمق النت، اغمق حته فيه او اقل حته مستخدمه زي قاع البحر بالظبط. هو بيبقى اكتر حاجه مظلمه ومفيش ناس كتير بتستخدمه، وده الفكره عليه ان هو شبه الديب ويب شويه، لكن هو بيبقى مشفر تماما. يعني اي حد بيعمل اي حاجه عليه البيانات بتاعته مشفره بالكامل. النت في العادي علشان تدخل عليه انت بتاخد حاجه اسمها اي بي او عنوان معين، بتاخده تطلع بيه على النت. مجرد ما طلعت بيه على النت انت كده خلاص، اي حاجه بتعملها مزود الخدمه اللي انت مشترك معاه يقدر يعرف انت بتعمل ايه، ويقدر يحدد اللوكيشن بتاعك عادي جدا عن طريق الاي بي بتاعك، ويعرف الاي بي بتاعك والمكان ده فين. ففي ناس شافت ان الموضوع ده مش امن على بعض مستخدمين الانترنت. في النت العادي انت ممكن تستخدم حاجه اسمها في بي ان، ده بيبدا يحولك على اي بي تاني، والاي بي التاني ده هو ده اللي انت بتطلع بيه على النت. نسبه الامان فيه مش عاليه قوي، ممكن حد بطريقه ما يقدر يوصل للاي بي الاساسي بتاعك ويحدد مكانك برضو عادي جدا. طيب ايه العمل في حاجه زي كده؟ قال لك احنا هنبدا نتوجه الى حاجه اسمها التشفير البصري. والتشفير البصري ده هو عباره عن ان هو بيعتبرك قلب البصله من جوه وانت عايز تطلع على النت. فقلب البصله ده حواليه ايه؟ حواليه كذا طبقه من البصل. الطبقات دي هي عباره عن التشفير، ويبدا يودي الريكوست بتاعك من المكان اللي انت فيه لسيرفر في بلد تانية، ومن سيرفر في بلد تانية لبلد تالتة، ومن بلد تالتة لبلد رابعة، وبعد كده يروح على السيرفر، وبعد كده يرجع بنفس الطريقة. يعني ممكن مثلا تلاقي اول اي بي ده موجود في المانيا، تاني اي بي موجود في بولندا، تالت اي بي موجود في فرنسا، وهكذا. يعني انت مش مصدر واحد، انت بتتحول لكذا مصدر، واخر مصدر بيبدا يتعامل مع السيرفر. مثلا لو جيت في الانترنت العادي تكتب وات از ماي اي بي على جوجل، هيبدا يجيب لك الاي بي بتاعك اللي انت خارج بيه على النت. لكن لما تبدا تستخدم متصفح بيدعم خاصيه التشفير البصري ده، دخلت كتبت وات از ماي اي بي، هيبدا يجيب لك اخر اي بي انت دخلت منه على السيرفر. وفي الحاله دي انت ممكن تكون بقى داخل من اي حته بقى، من فرنسا، من بولندا، مش هتفرق. طيب والمتصفح اللي احنا تحديدا جايين نتكلم عنه النهارده هو تور او تي او ار، وهو العلامه بتاعته شبه البصله كده. والمتصفح ده بيضمن ليك تشفير تام لكل بيانات. تعرف السيرفرات اللي انت رحت عليها عن طريق ان انت تدوس على الايقونه اللي بتبقى في المتصفح من فوق. والمتصفح ده برضو عن طريقه تقدر تدخل على مواقع الدارك ويب.
والدارك ويب مش بتقدر تدخل عليه من المتصفحات العاديه. يعني لو انت فاتح جوجل كروم وحاولت تدخل على اي ويب سايت للدارك ويب مش هيفتح، والمتصفح ده هو بيقدر يوفر الخاصيه دي. وبكده انت تكون داخل على الدارك ويب او حتى اي موقع عاديه ولكن بتشفير تام. اهلا بيك في مكان محدش يقدر يعرفك فيه، ولا انت كمان تقدر تعرف فيه حد. بتبص يمينك ليه يا حيوان؟ ايه ده؟ في كتير زي الشخرس. مواقع الدارك ويب مش بتتكتب زي اسامي المواقع العاديه اللي هو فيسبوك دوت كوم او جوجل دوت كوم او حتى دوت نت او كده، لا هي بيبقى ليها دوت خاص بيها وهي بتبقى دوت اونيون كنوع من انواع التشفير اكتر. اسم الموقع ما بيبقاش واضح، يعني انت لو فاتح اي موقع دارك ويب انت مش هتبقى عارف تحدد اسم الموقع ايه، انت هتلاقيه عباره عن حروف ورموز وارقام ومتلخبطه بشكل عشوائي، وفي النهايه بيدخلك على صفحه. ده نوع من انواع الامان برضه، هو كل حاجه تحسها مشفره كده في العالم ده. ونرجع بقى هنا لسؤالنا اللي سالناه في اول الحلقه، هل الدارك ويب خطر وحاجة وحشة ولا هو زي ما احنا اتكلمنا كده هو مجرد طريقة تشفير البيانات بتاعتك او بتاعت اي حد يدخل على الدارك ويب؟ ما تكملش كلام، ما تكملش ما دام وصلت للمرحلة دي، ما تكملش، ما تكملش كلام. هي الفكرة هنا ان احنا زي ما قلنا تشفير تام لكل بياناتك، محدش يقدر يحدد الاي بي بتاعك ومحدش يقدر يحدد اللوكيشن بتاعك. طيب ايه المشكلة ان احنا نبدأ نستخدم التشفير ده في ان احنا نعمل اعمال غير مشروعة؟ ما هو محدش هيجيبنا، فعادي بقى نعمل اللي احنا عايزينه، نتاجر في مواد ممنوعة ونقدم خدمات هاكينج او حتى مواقع لبيع الموبايلات المسروقة. طيب هتلاقي مواقع دارك ويب عادي جدا، مواقع ليها نسخ موجودة على النت العادي ونسخ موجودة على الدارك ويب، زي موقع الفيسبوك مثلا نسخة موجودة على الدارك ويب. وعلى بقى مواقع الدارك ويب في انواع كتير واشكال كتير من الخدمات اللي بتتقدم، زي مثلا خدمات الهاكينج وكل خدمة بيبقى لها سعرها، او مواقع بيع الاسلحة ومواقع بيع المواد الممنوعة، لا وكمان في مواقع لبيع الاجهزة المسروقة وبسعر ارخص من نص سعرها تقريبا. يا ريت الموضوع جه على قد تجارة في شوية مواد ممنوعة واسلحة وخدمات هاك، هو الموضوع هناك ملوش حدود شوية، وممكن تلاقي عادي مواقع لخدمات الاغتيال، وكمان تقدر تختار طريقة الاغتيال اللي انت عايزها، هل بقى هيتضرب على طول ولا هيبقى كأنه مات في حادثة ولا يتضرب بسنايبر. وكل خدمة من دول ليها سعرها اكيد، يعني مش هتجيب اللي اتقتل بسنايبر زي اللي مات في حادثة، يعني كل حاجة ليها سعرها. والله فير جدا، الحق حق. هو اللي جري واتمرمط وطلع على السلم الاول واتخبط كده وتعب زي اللي طلع يتمرقع في اخر السلم، غير بقى المواقع اللي بتتاجر في الاعضاء البشرية بني ادمين نفسهم. وبمناسبه التجاره في البني ادمين، فاحنا هنا بقى نيجي لاسوأ حاجه في الدارك ويب، وهي حاجه اسمها الريد روم. اكيد سمعتوا عن الجريمه اللي حصلت من الشخص بتاع شبرا اللي قام بعمليه اغتيال لطفل صغير، وصوروا فيديو علشان يبعتوا الواحد في بلد تانية يبيعوا الناس على الدارك ويب. وحرفيا في على الدارك ويب اماكن او مواقع معينة يتم فيها عرض الفيديوهات دي وحتى طلب الفيديوهات دي مقابل مبالغ مالية كبيرة جدا. الريد روم دي ليها 3 مستويات. اول مستوى هو ان انت تدخل تتفرج بس، تدخل كمشاهد، وتدخل كمشاهد ده بتدفع حوالي نص بيتكوين، ونص بيتكوين ده مبلغ كبير قوي، ممكن يوصل ل$50,000 مثلا. تاني اوبشن هو الدخول ككوماندر، والكوماندر ممكن يبقى معاه كذا حد تاني في الروم، ممكن يبقى حد فيهم يقول رأيه او حاجة زي كده، انا مش عارف تفاصيلها بالظبط، لكن دي بيدفع لها 1 بيتكوين يعني $100,000. اخر مستوى وهو الدخول كماستر للغرفة، او انت الوحيد الاوحد في الغرفة دي لوحدك، انت اللي تقول ايه اللي يحصل وعايز تشوف ايه. ودي طبعا الدخول فيها بيبقى ب5 بيتكوين يعني $500,000. ايه اللي بيحصل؟ هو حد بيدخل بيدفع المبلغ الكبير ده، ومقابل ان هو دفع المبلغ الكبير ده يبدأ يطلب طلب معين ويتصور الفيديو ده ويتعرض له في الروم، زي اللي حصل بالظبط في الجريمة بتاعة شبرا. والدفع بالدارك ويب زي ما انت شايف كده هو بالبيتكوين، لان البيتكوين هي عملة مشفرة ومحدش يقدر يوصل هي خارجة من مين ورايحة لمين. بس استنى، انت على الدارك ويب وارد قوي ان انت تدفع فلوس وما تاخدش الخدمه اللي انت عايزها. ده ببساطه لان هناك مفيش قانون يحميك من حاجه زي كده. دي حصلت كتير على الدارك ويب، زي ما في اشهر موقع لبيع الاسلحه على الدارك ويب اللي هو اسمه تور جانز، ده طلع اصلا فيك ومعمول عليه اكتر من 400 بلاغ عمليه نصب من الموقع ده، لان في النهايه انت في عالم هو محدش شايف حد فيه وكله بيعمل اي حاجه هو عايزها. في النهايه لو انت ما جربتش الدارك ويب قبل كده ومش محتاج تدخله،
فانت مش مضطر ابدا ان انت تجازف وتدخل على الدارك ويب. لو انت محتاج تدخل على الدارك ويب بغرض تعليمي او تشوف كورسات معينه عليه بس تامن نفسك كويس، ممكن تفتح عن طريق فيرتشوال ماشين مش الكمبيوتر الاساسي بتاعك. وممكن كمان تفتح VPN قبل ما تدخل على التور براوزر. طبعا مالكش دعوه باي مواقع مشبوهه لان غالبا هي اغلبها نصب واغلبها مش حقيقي. كل الحكايه ان هم بس مواقع والناس تدفع فلوس ومفيش حاجه بتوصل. في النهايه لو وصلت لحد هنا يبقى انت كده وصلت لاخر الفيديو بتاعنا، واتمنى ان انت تكون استفدت ولو بمعلومه واحده، دي حاجه هتسعدني جدا. وما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه وتفعل زرار الجرس علشان يجيلك الفيديو الجديد اول ما ينزل. وما تنساش برضو تسيب لنا كومنت تقول لنا رايك في الحلقه، واعمل بقى شير للحلقه في كل مكان وابعتها لاصحابك كده علشان نفهم ايه الدارك ويب كلنا مع بعض. اشوفكم الحلقه الجايه على خير. انا احمد جوده، سلام.